تخيل كده لو دخلت الفضاء ولقيت كوكب شكله مكعب أو على شكل هرم. تفتكر المنظر هيكون عامل إزاي؟ والمهم بقى، ليه ده مش بيحصل؟ ليه الكواكب دايما مستديرة؟ هل دي صدفة ولا وراها قانون مرعب من قوانين الكون؟ بس قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة وتدعمنا بلايك علشان نقدر نكمل. القصة بتبدأ من لحظة ميلاد الكوكب، مكان فوضوي جدا في الفضاء، غبار وصخور ونيازك بتتخبط في بعضها بسرعة خرافية. ومع الوقت تبدأ الجاذبية تشد كل الحتت دي حوالين نقطة واحدة، تتراكم وتتكثف وتضغط لحد ما الجسم ده يبدأ ياخد شكل. وهنا الجاذبية بتقول كلمتها، أي جسم ضخم بيتشد من كل الاتجاهات ناحية مركزه بالتساوي، والمحصلة شكل كروي أو شبه كروي. بس ليه مش أي شكل تاني؟ الجاذبية مش بتحب الزوايا. لو كان الكوكب مربع مثلا، الزوايا دي هتكون مناطق ضغط عالي جدا، والجاذبية هتفضل تحاول تفردها. يعني أي بروز أو حافة الجاذبية هتسحبها لجوه، تساويها مع باقي الجسم. وطالما الكوكب كبير كفاية، الجاذبية هتغلب وتحوله لكورة. طب والأجسام الصغيرة، ليه في نيازك مش مدورة؟ السؤال الذكي، في أجسام صغيرة في الفضاء شكلها غريب، مكعب ومثلث، كلها أشكال غريبة. لكن السبب بسيط، الجاذبية مش قوية كفاية في الأجسام الصغيرة علشان تغير شكلها. يعني لو خدت حجر صغير في الفضاء عمره ما هيبقى كورة، لكن لما الجسم يكبر ويتعدى حجم معين، الجاذبية هتضغطه وتخليه في شكل كورة. ده مش بس في الكواكب، ده كمان في النجوم. حتى النجوم اللي هي كرات نار عملاقة بتتكور لنفس السبب. الجاذبية هي النحات اللي بينحت كل جسم سماوي في الكون. من غيرها كان ممكن تشوف أشكال أغرب من الخيال. طب هل ممكن نلاقي كوكب مش كروي؟ من ناحية نظرية صعب جدا، لكن بعض العلماء بيقولوا إن في حالات نادرة جدا لو الكوكب بيدور بسرعة جنونية ممكن يطلع شكله مفلطح شوية من عند القطبين. وده فعلا موجود زي كوكب زحل، مش كروي تماما لكنه مش مربع برضه. وفي خيال علمي بيقول ممكن يكون في كواكب صناعية معمولة بإيد كائنات فضائية، ودي ممكن يكون شكلها مربع أو هرمي، بس ده لسه في نطاق الخيال. في علماء وفلاسفة بيقولوا الكمال الكروي ده مش مجرد صدفة، ده ممكن يكون مقصود. ليه؟ لأن الكرة هي الشكل الوحيد اللي كل نقطة فيها على سطحها بتبعد عن المركز بنفس المسافة. الكون له قوانينه، والجاذبية مش بتهزر، هي اللي بتحدد شكل كل كوكب وكل نجم. الكرة دي مش مجرد شكل، ده سر من أسرار الكون. من أول الكواكب والنجوم لحد الخلايا والذرات، كل حاجة حوالينا لما بتسيبها لنفسها بتميل تبقى كروية، كأن الكمال في الكون بيحب الشكل ده. بس يا ترى، هل ده قانون طبيعي ولا تلميح من قوة أعظم؟ هل الكون كله عبارة عن تصميم محبوك، ولا صدفة عظيمة ماشية على قوانين محدش فينا اخترعها؟ كل مرة تبص فيها للسماء، كل مرة تشوف صورة الكوكب، افتكر إن وراها الشكل البسيط ده في لغز أكبر من إن عقلنا يفهمه بسهولة. ويمكن يوم من الأيام نكتشف إننا كنا جزء من كورة جوه كورة، في نظام ملوش أول ولا آخر.